بحضور أزيد من 300 صحفي انطلقت أشغال المؤتمر الوطني السابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية. هذا المؤتمر الذي اختارت له النقابة وهي تحتفل بمرور 50 سنة على تأسيسها بيت الصحافة بطنجة الذي دشنه جلالة الملك مؤخرا كمكان لاحتضان أشغالها، وفي ذلك تأكيد على استمرارية العمل الذي تقوم به النقابة منذ أحداثها في الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير وتحسين ظروف الصحفيين ومهنيي القطاع. النقابة الوطنية للصحافة المغربية كتحتفل بميلادها ال50، أي 50 سنة، أي نصف قرن من النضال ومن الكفاح للدفاع على حرية الصحافة والإعلام. وكنعتقدوا بأنه أيضا باش أنه من بعد 50 سنة تكون عندنا هذا البيت، هذا بالنسبة لنا يسجل بمداد الفخر، بيت الصحافة وبيت الصحفيين والصحفيات. وحنا كنحتفلوا ايضا وكنتمنوا انه يكون في شمال المغرب، نظرا لانه الشمال تميز بريادته في مجال الثقافه والفن وكذلك الصحافه والاعلام. اذا الرمزيه والدلاله هو انه حنا الان غادي مؤتمرنا السابع مع الخمسينيه غادي ننظموه هنا، واعتقد بانه سيكون فأل خير، سواء من خلال المناقشات اللي غتكون او التوصيات او النتائج اللي كنعتبروا انها غتكون ايجابيه. من خلال هذه المحطة التي يتضمن برنامجها انتخاب الهيئة القيادية الجديدة، تجسد النقابة الوطنية للصحافة المغربية انخراطها وتفاعلها مع كل التحولات المجتمعية، والهدف كسب الرهانة ورفع التحديات وجعل العنصر البشري في صلب اهتمامات المهنة. الصحفيين المغاربة المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للصحافة المغربية على مؤتمرهم السابع، 50 سنة من العمل المهني والنقابي من أجل تعزيز الحرية والنهوض بالأوضاع المهنية للصحفيين. بالنسبة إلينا النقابة الوطنية للصحافة المغربية هي شريك أساسي، سواء على مستوى إطلاق الجيل الثاني من الإصلاحات القانونية من أجل اعتماد مدونة جديدة حديثة للصحافة والنشر، وقانون جديد للاتصال السمعي البصري يعزز استقلالية الإعلام العمومي وتعدديته وانفتاحه، وفي نفس الوقت دعمه للهوية الوطنية. أيضا النقابة هي شريك في الدفاع عن الحريات وفي النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحفيين عبر برامج للتكوين والتأطير والدعم. أشغال افتتاح المؤتمر الوطني السابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عرف تكريم شخصيات ساهمت بشكل كبير في إغناء العمل الإعلامي والنقابي، وهما السيدان محمد اليازغي ومحمد العربي المساري الذي تعذر عليه الحضور لأسباب صحية، شخصيتان يعتبران من مؤسسي النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومن المدافعين عن تكريس مبادئ الديمقراطية والحرية. احنا كرمنا الرواد من بعد 50 سنة، كرمنا الرواد اللي أسسوا هذه النقابة اللي توالوا على القيادة فيها، وكنعتبروا بأنه هذه المسألة هذه أيضا مهمة جدا، لأننا أوفياء لماضينا، أوفياء لتاريخنا النضالي، أوفياء للتضحيات اللي سبقونا. حاولنا أننا نحافظوا على هذه الأمانة وأننا نطورها وأنها تبقى مؤسسة من مؤسسات الشعب المغربي. أشغال المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية مستمرة، إذ يتضمن البرنامج انتخاب المكتب التنفيذي للنقابة ورئيسها، إضافة إلى مناقشة استراتيجيتها للفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق بمشروعي مدونة الصحافة والنشر وإحداث المجلس الوطني للصحافة. من رواد اللي هما نشأوا هذه النقابة وقادوها، والوفاء بالنسبة لنا هو أننا نخليو هذه المؤسسة قوية وأنها تواصل هذه الرسالة ديالها اللي كما كنعرفوا على أنه الميلاد ديال النقابة هذه 50 سنة جاء في خضم معارك كبرى كان كيخوضها الشعب المغربي في تحديات بداية السنوات، بداية الاستقلال اللي كان الشعب المغربي يتطلع إلى بناء الدولة الديمقراطية الحديثة. في هذا الإطار نشأت النقابة، في هذا الإطار واصلت النضال ديالها، وفي هذا الإطار ستواصل نضالها.